الإنكار. إزاي أعرف إني بنكر الحدث المؤذي اللي حصل معايا، وإزاي أعرف إن أنا في مرحلة أنا فعلا محتاج فيها المساعدة حتى لو أنا برفضها وشايف إن أنا مش محتاجها. خليني أقول لكم في الأول إنه معرفة المشكلة أو الاعتراف بوجود مشكلة هو نص حلها. فلو أنا مش معترف إن في مشكلة وإن في كارثة حصلت في حياتي، فأنا مش هبتدي أدور على الحلول. وهنا بستعيد مقولة أينشتاين لما سألوه لو هنديك ساعة علشان تحل مشكلة هتنهي العالم هتعمل إيه؟ قال هفكر في الحل 55 دقيقة وهنفذ في 5 دقايق. في 60 دقيقة التفكير في المشكلة وأبعادها وحلولها وإمكانات تخطيها هو المهم. خليني أقول لكم إن الإنكار ليه علامات أساسية: رفض الحديث عن المشكلة، إيجاد طرق لتبرير تصرفاتك، لوم الآخرين والقوى الخارجية باعتبارهم المتسببين في المشكلة التي حدثت لك، أن تقطع وعودا أنك سوف تتعامل مع المشكلة في المستقبل، تجنب التفكير في المشكلة أصلا، شعورك أنه لا يوجد أمل ولا يوجد مساعدة. حتى لو فكرت في المشكلة وأبعادها دائما داخلك يقين أنه لا مجال لحلها ولا مجال للوصول إلى نهاية ليها، وإن أي حد مهما عمل مش هيحدث فرق في اللي حاصل. يعني تحصيل حاصل، كل حاجة محصلة بعضها. وحين يحاول الآخرون إيجاد حلول أو محاولة المساعدة تقول الجملة الشهيرة: مالكوش دعوة.